اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عسلامة، مرحبا بكم الناس الكل، إن شاء الله تكونوا بخير. كيما تشوفوا الوقت يتعدى في ساعة في ساعة، الفاكونس في ساعة ما تعدت. إن شاء الله تكونوا عديتوا فاكونس باهية، مع السخانة ومع التحركات، كل واحد وين راهو معدي الفاكونس متاعه. ربي يعين الناس الكل. كما شفتوا راهي الوقت تعدى، وراه بيانتو ان شاء الله الصغيرات يدخلوا يقروا العودة المدرسية. اكيد راهي الناس الكل قاعدة لاهية بالتحضيرات متاع العودة المدرسية. بالنسبة للفيديو، هذه فيديو قديمة برشا، صورتها عندي مدة، ولكن ما نجمتش نهبطها لكم، مكتبش ربي ما هذا وين لقيت الوقت باش نهبطها لكم. فيديو اليوم هي عبارة على زيارة مشيت لبلادي. بالنسبة للناس اللي يعرفوا البلاد، أكيد برشا بلايص باش يعرفوهم. وبالنسبة للأخوات اللي ما همش تونسيات، حبيت نوريكم شوية بلادنا كيفاش، ولو أني مشيت ماشية فجئية وماشية في ساعة معناها ما قعدتش برشا، مشيت لظروف معينة. وكما قلت لكم ما قعدتش برشا. حبيت نستغل الفرصة وقلت خليني ان نصور لكم شوية بعض الأماكن اللي تعديت منهم دو باساج، مانيش معناتها مشيت لهم بالذمة، اللي تعديت منهم قلت خليني نصور لكم شوية. بالنسبة للمكان هذا، كما عرفتوه، هذه وين المنقالة متاع تونس، يظهر لي الشارع الحبيب بورقيبة. فوالا هذا هو شارع الحبيب بورقيبة. كما شفتوا الرئيس السابق، التمثال عاملينه له في البلاصة هذه. بالنسبة لتونس العاصمة ما نعرفهاش مليح، يعني ما عشتش فيها. كما تعرفون يعني من الجنوب التونسي. جست عندي فاميلتي يسكنوا في تونس. ساعة ساعة نمشوا ونعملوا طلة غادي، ولكن تكون الطلات سريعة، هذاك علاش ما نعرفوش برشا بلايص. كان جي عندي برشا وقت راني صورت لكم أماكن أخرى محلاهم في تونس. هذه بالنسبة لهذه صورت لكم البلاصة هيك المنقالة في الليل محلاها، كما تشوفوها اون ديريكت باقي احلى من الفيديو. من فوق القنطرة متاع رادس شوية مناظر حبيت نوريها لكم. جاية موراها المنزه، وجاية كيما قلت لكم ما نعرفش تونس بالباهي، ولكن حبيت نصور لكم شوية مقتطفات. الجبل اللي قاعدين تشوفوا فيه اذا كنت تسمعوا به جبل بوقرنين. سموه جبل بوقرنين على خاطر الفورم متاعه، التصويرة كيما في التصويرة. دونك هكا هو جبل بوقرنين، هو بعيد ولكن في الفيديو يبان لكم قريب ولكن بعيد.
علاش تونس مسمينها تونس الخضراء؟ فيها بلايص ما شاء الله خضراء ما نحكي لكمش. صورت لكم رابيدمون على خاطر متعدين، في ثنيتنا صورناها المشاهد هذه، ولكن ثم بلايص خضراء ما شاء الله من نجمش نوصف لكم اذا كان تزوروها. باش تعرفوا، خاطر كنت نتساءل علاش تونس مسمينها تونس الخضراء. يعني فما بتتر في بعض البلايص في الجنوب شايحة الدنيا ماهيش خضراء، ما فيهاش الخضورية برشا، ولكن في تونس العاصمة ما شاء الله، ومش كان تونس العاصمة، فما بلايص أخرى في تونس ما شاء الله الخضورية والإخضرار فيها. هذه كيفاش عملت لها شويه تغييرات في البيت متاعها، بما انها ما زالت كيف نقلت وبرشا حاجات ما عملتهمش. دونك مادامنا وصلنا وصلت لتونس، كيما تعرفوا فاطمه ما تركحش ما تقعدش. حبيت باش نعملها شويه تغييرات في المنزل متاعها. كيما تشوفوا اختي هذه قاعده تعمل لنا في الحوت. اذا كان تعرفوا السبيسياليتي التونسيه شنية، اللي هي كسكسي بالحوت. بعض الاخوات يمكن عندهم الحوت هو السمك الكبير، ولكن في بلادنا السمك نسموه الحوت. يعني سبيسياليتي متاعنا هي كسكسي بالحوت. نودكم ولا نشهيكم، مالوريزمون ما صورت لكمش في الاخر كي طاب، مانيش عارفه تفسخت لي الفيديو. ان توكا هذا هو الابارتمون متاع اختي افون، قبل ما نبدلوا له كل شيء، الديكوراسيون تاعها والكل. في مسكن جديد هي نقلت، ولكن عندها برشا حاجات ناقصه، برشا ماهوش اجونسي كيما هي حبت. حبينا نعملوا لها تغييرات مع بيان سور كنت مع العائله. عملنا لها شويه تغييرات في الدار. كما تشوفوا هذا الصالون تاعها، وهي ما لقيتش وين تحط سالامونجي، بما انها الصالون تاعها جاي الفورم نتاعه صغيره شوي، ما نجمتش تعمل السالامونجي. وبالطريقه هذه حبيت نلقى لها شويه، نعمل لها شويه الوسع، ونلقى لها افكار اخرى باش تنجم تاثث الدار كما هي تحب. اول حاجه بدينا بها ركبنا لها الريدوات، ولان هي عندها شويه فيزافي، يعني الناس تكون تشوفها من برا، وكانوا الريدوات ما همش مركبين. دونك بدينا باول حاجه ركبنا لها الريدوات. هي اختي هذه تحب الحاجات تكون في ألمة، كما تشوفوا الريدوات والحاجه الصنع اليدوي الكل هي تحبها، معناها هاك هو الستيل متاعها. دونك هذا هما ريدواتها اللي ركبناهم لها في الصالون. بالنسبه للكونسول هذه لقيناها شويه جايه متطرفه، شويه جايه في بلاصه ما تبانش، يعني في المدخل متاع الدار. حاطتها هي اول ما ندخلوا للدار نورمالمون الكونسول هذيك هي بلاصتها، ولكن لقيناها ما مزيانه برشا. محلاها الشكل متاعها يعجبني، ولكن ما تبانش. خساره معناها جايه في بلاصه غاطسه شويه لداخل، ما هيش باش تبان. دونك خيرنا ان نبدلوا لها البلاصه متاعها.
حطيناها لها في البلاصة هذه في الصالون. اول ما تدخلي على الكليسار تلقي الكونسول. بالنسبة للمرآة حطيناها لها في الشكل الأفقي، كانت عمودية ورجعناها أفقية، عطت منظر أحسن. هذا هو الشكل كيفاش حطيناه. كيما قلت لكم اختي ما زالت كيف منقله، وعندها فما حاجات عندها كانوا لها من الدار القديمه، دونك حبت تعاود تستعملهم كيما لي كوب هذم، حبت تعملهم في بيت القعاد. عندها بيت قعاد تفتح على المطبخ، دونك حبت تستغلهم وتحطهم كديكوراسيون فوق الرادياتور او فوق السخان. هو الشكل النهائي اللي غيرنا لها فيه ركبنا لها فيه الريدوات، غيرنا لها فيه شوية ديكوراسيون. نخليكم تشوفوا معايا الجولة في المنزل نتاعها. بالنسبة لهذه هي بيت القعد اللي قلت لكم عليها، هي تفتح في المطبخ، بيت زايدة تفتح في المطبخ. هي نقلت بالأثاث هذا، ولكن إن شاء الله باش تعمل لها رينوفاسيون، باش تبدله بانتور، تعمل لها بانتور، يمكن دهن أبيض باش يكون كل شيء متناسق، ولكن مش توا على خاطر مازلت كيف منقلة. عجبوني البنات هذم لي كاشريدو، يظهر لي يمكن نصنع منهم واحد بالنسبة للصالون تاعي في البيت متاعي. سهل برشا، هي كانت طلعتهم عند النجار، ولكن يعني يمكن نصنع واحد ان شاء الله. اذا كان صنعت واحد نشاركه معكم في فيديو اخرى. نقيشة محلاها. الفاسون اللي يعجبني في الابارتمون البيبان، لي بلاكار، المروات، وكل شيء باتقان، الكاليتي محلاها. الارضيه زاده كيف كيف او البلاط، كل شيء عاملينه باتقان. الفاز عملنا تحته ايتاجير صغير باش تحط عليه المودام، حاجه صغيره بسيطه باش نخلو لها البلاصه. كما شفتوا ولت لها اتساع في الصالون، وخلينا لها بلاصه صغيره باش تنجم تحط فيه سالا مونجي، طاوله مع كراسي. هذا هو الصالون تاعها. شوفوا كيفاش. بالنسبه للتابلوات زاده باش تعمل لهم دهن، باش تبدل لهم الدهن تاعهم. صورت لكم اللي عملناه في الوقت هكا في نفس النهار، لان فما برشا حاجات مازالت باش تعملها، مش حاليا، ولكن بشوي بشوي. كما تعرفوا الواحد كي ينقل كل حاجة يعملها بشوي بشوي، ما ينجمش يعمل كل شيء في مرة.
هذه الصالون تاعها، الريدوات كيفاش راكبين. ولا متسع اكثر، عندها البلاصه اكثر في الصالون. بالنسبة للممر هذا، الكولوار كبير برشا ما شاء الله. الحاجة الباهية انهم عندهم دي بلاكار بارتو، الخزانات عندهم كبار. الغرفة النوم تاعها كيف كيف زادا عملنا فيهم ريدوات، لأنها كانت ما عندهاش ريدوات في حتى بلاصة. كما شفتوا نفس الطريقة ركبت لها ريدوات. ما صورت لكمش كل شيء لأن باش تطول الفيديو. هذم هما ريدوات متاع غرفة النوم. حبيت نوريلكم طريقة شا عملنا. ولدها كان عنده بيرو. علاش قلت لكم البنات ما تلوحوش، ما تقيسوش كما تقولوا الحاجات. اذا كان عندكم حاجة قديمة تنجموا تعاودوا لها، تعملوا بها حاجة اخرى. كيما اختي عندها البيرو او مكتب متاع ولدها كبير، ما عادش يستعمل فيه. دونك حليناه من بعضه. ما صورته لكمش في الفيديو لان كما تعرفوا الفيديوهات باش يطولوا من بعد. حليناه من بعض، استغلينا هكم لي زيتاجير نتاع الفيديو في عوض باش نلوحوه. نحيت لها لي زيتاجير اللي قابلين للاستعمال من المكتب. حطينا هكا الدريسينج متاعها او الخزانه في الوسط بالضبط. وبما انها عندها فراغ منه ومنه، وتعرفوا فطوم مع لي زيسباس بيردو الاماكن الفارغه يلزمنا نستغلوها، والا في عوض باش تحط فيها باجاج كيما هكا. الوغ شا عملت لها ترانجل عصام تاع ريدو في الاجناب الاثنين. هي بوغ لانستون حطت ريدوات هذم ترونسبارون، ولكن ان شاء الله تو تبدلهم، تعمل ريدوات ما يبينوا حتى شيء تحتهم. كما شفتوا لي زيتاجير استغليناهم، ركبتهم لها، خذينا ديزيكير وركبتهم لها بهذه الطريقة باش تنجم تحط فيهم الباجاج الزايد عندها. حاليا هي مخليه كل شيء في سكانه، ولكن ان شاء الله باش تشري لهم دي باني، تشري لهم الشبيكات او لي باني باش تحط فيهم الحاجات ويكونوا مرتبين، وكي تبدا حاجتها بحاجه تجبدها ديريكتومون. شرينا هذم لي زيكار الكبار باش يهزوا لها الثقل. كما شفتوا هذم لي زيتاجير اللي تشوفوا فيهم راهم سي دي زيتاجير نتاع المكتب نتاع ولدها. هذه الطريقة تكون الحاجات منظمة، كل حاجة شادة بلاصتها، ما فماش الربوش كيما نقولوا، ما فماش الكركبة،
كل حاجة شادة بلاصتها. استغلينا المكتب، خذينا لي زيتاجير متاعها، يعني ديجا ربحنا لي زيتاجير وزدنا استغليناهم ونقصنا علينا الكركبة. تنجم هذه تكون لكم من الجهتين، عملنا نفس الحكاية. البنات اللي عندهم البيوت كبار وعندهم الدريسينج اللي جايهم كيما هكا ومخلين فراغ على اليمين وعلى اليسار، ينجموا بنفس الطريقة يستغلوها ويحطوا لي باني كل العلب ولا حاجة باش ينقصوا عليهم وتكون منظمة أكثر. لكم في أول الفيديو الوقت يجري فيسع فيسع، لا محالة. كانت الفيديو قبل الفاكونس متاع الصيف، ولكن بما ان الوقت شوية فيسع فيسع متعدو الايامات، المهم الغرض اللي مشيت على خاطره قضيته. وكي جيت مروحة جبت معي النبتة هذه تسموها في البلاد الشعباطة. غرستها، مانيش كنتش عارفة اذا كانت تنجح هني ولا لا. غرستها في الدار ونجحت مليح، الشعباطة اللي تطلع مع الحيط. فوالا فوالا، تو صورت لكم شويه البنات مقتطفات من الفوق من الطياره. شوفوا شويه باريس كيفاش من الاعلى. نخليكم تفرجوا شويه، عجبني المنظر قلت خليني نصور لكم شوي. ان شاء الله تكون فيديو اليوم عجبتكم صديقاتي، وتكونوا حوستوا معي وتفرجوا شويه في البلاد كيفاش عامله. اذا عجبتكم الفيديو متاعي ما تنسوش باش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. وتوا نخليكم تفرجوا في المنظر المزيان وان شاء الله يعجبكم.